بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة. حتى يكبر ويجيب الركعة الأخرى ثم يسجد للسهو. كيف؟ ما فيها بس. فيهم اللي قالوا فيهم الذي لم يقولوا ما فيها بس. الإنسان لما يحتاط النفس في المسائل هذه ما فيها بس. وش عندك الأخ مصطفى؟ أيوة. أها. أها. أيوة. هو يعني كلام زين. هو الأصل من ناحية الجنازة الإنسان إذا مات نخرج الكلفة نتاع الجنازة نتاعه من ماله. الأصل في الميت إذا مات نخرج كلفة الجنازة من ماله الخاص. والكلفة معناتها لنا في بعض البلدان الحفار اللي يحفر القبر يخلص. في بعض البلدان القبر نفسه يبيعوه لك. فهمنا كيف؟ يبيعوا لك القبر اللي يحفر يدي دراهم ومول القبر مول التراب يدي دراهم. فهمنا كيف؟ واللي يغسل في بعض البلدان يدي دراهم. فهمنا كيف؟ واللي يكفن نفس الشيء يكفن ويغسل ويحنط يدي دراهم. هذه كلها الأصل نخرجوها من مال الميت. فهمنا؟ نخرجوا هذه لما نجهزوه وندفنوه نزيدوا نطبقوا الوصية نتاعو نزيدوا نطبقوا الديون نتاعو واللي يبقى هذاك هو ينقسم على الورثة. فهمنا؟ نبدأ في التجهيز ثم تطبيق الوصية ثم قضاء الديون ثم الباقي هذاك للورثة. الأصل في المسائل هكذا تمشي. ولكن إذا تبرع أحدهم من قريب أو بعيد أو أخ أو ابن عم اتبرع قال يا أخي لا يهمكم أنتم الراجل مات ماشي شغلكم مثلها بالميت بتاعكم أنا رايح نحفر القبر أنا داير الخدامة يحفروا أنا شريت القبر ولا شريت الحفرة ولا ديت الخدامين التوعي والكفن أنا جايب وجزاه الله خير ما فيها. فهمنا كيف؟ من باب التبرع ما فيها بس. وإلا هو يؤخذ من تركة الميت. شفت كيف؟ وإلا هو الأصل فيه الكفن وكلفة القبر وكلفة الغسال. إذا كان في بلاد مثل مصر أو غيرها الغسال يأخذ واللي يحفر القبر يأخذ. فمن كيف؟ يعني ما كشف تطوع ماشي كيما احنا الحمد لله. يعني اللي يروحوا معاك ويروحوا ناس معاك مؤمنين ويحفروا ويجيبوا لك الكفن ويجيبوا لك الدالات ويجيبوا لك يعاونوك. في بعض البلدان لا، اللي يحفر يدي دراهم واللي يغسل يدي دراهم واللي يكفن يدي دراهم والحفرة نفسها يقول لك تشري القبر ممنوع تنحط إلى تشري القبر. فهمنا كيف؟ وهكذا. هذا إذا كانت في بلاد مثل هذه الأصل في هذه الأشياء تخرج من تركة الميت. ولكن إذا تبرع ناس آخرون من أقرباء أو أصدقاء أو أهل خير ما فيها بأس. التبرع جائز ونافذ ولا بأس به إن شاء الله. فهمنا؟ هنا هنا واحد يصدقني لحد الجمعة ما صنعش جينا باش يصنعوا ولا ما يجوزوش. هو يصوم بالاثنين وش قربوا للجمعة؟ شو صار من سنين ثلاثة ولا بحس ليه؟ حد الجمعة ما هو ولكن وش كان عنده؟ هل كان عنده قضاء ولا غير تطوع؟ هو تطوع. إذا كان يتطوع في عدة أيام وطاحت الجمعة في الوسط ما فيها بس يصومها. لأن الجمعة المنهي عنها الجمعة ألا نخصها بصيام أو قيام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الجمعة لا تخصوها بصيام أو قيام. فهمتوا؟ يعني واحد يقول لك كل جمعة في الليل اللي في الجمعة نصلي قدام الركعة غير ليلة الجمعة. لا، ما يجوز. لأن الجمعة عيد والعيد لازم يكون الإنسان في نشاط وفي أكل وشراب وراحة. وكذلك يقول لك أنا كل جمعة نصوم ونقول له لا، الجمعة عيد يلزم تكون آكل وشارب ولابس ومنعم لا بأس عليه. فهمنا؟ إذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخص الجمعة بصيام أو قيام إلا رجلا صام صوما فوقعت في وسط هذا الصوم فلا بأس به. إلا واحد راه يصوم في الكفارة ولا يصوم في عدة أيام وطاعت الجمعة في الوسط ما في هذا.
أما يخصص الجمعة بالذات بالصيام ولا بالقيام فالأمر منهي عنه شرعا. فهمنا؟ والله أعلم. أيوه. هذا من ناحية لما يسلم الإمام ثم يقول المأموم الفاتحة أو يقول الدعاء، هذه يا إخواني الكرام كما قلت لكم لمفصلكم في البدع، قلت لكم البدع هو ما أحدث في دين الله من غير دليل، يعني الحاجات اللي جت في دين ربي ودرناها في دين الله بغير دليل، هذه من البدع التي أحدثت في الإسلام من غير دليل. لأن اللي قال لك هذه الأشياء قضية الفاتحة أو قضية الدعاء يرفدوا يديهم والإمام كذا وبعدين ينوضوا، اللي قال لك عندنا دليل من الكتاب ولا السنة لا يغالط فيك، وإلا هي ما كاش. لأن صفة الرسول صلى الله عليه وسلم واللي بغى يقرأ راه الشيخ الألباني جعل لها كتاب وسماه صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا يعني قيما، كتابا جليلا أحصى فيه جميع حركات الرسول صلى الله عليه وسلم وسكناته في الصلاة. فلما كان يسلم من صلاته فكان يلتفت إلى أصحابه، يلتفت كما راني جالس أنا معكم هكذا، يلتفت إلى أصحابه ثم يعقد أصابعه بالتسبيح بعد ما يذكر الله تبارك وتعالى استغفر الله 3 خطرات، وبعدين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع ما أعطيت ولا معطي لما منعت ورد لقضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فمن كيف يقول هذه الأدعية هذه ثم يقول اللهم إني أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم يقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللي هي آية الكرسي، ثم يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فإذا كان في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب كان يعيدها 3 مرات، يعني يقول هو الله 3 خطرات، وقل أعوذ برب الفلق 3 خطرات، وقل أعوذ برب الناس 3 خطرات، وسائر الصلوات خطرة. فهمنا؟ وبعدين يعقد أصابعه بالتسبيح يبدأ يسبح، ثم يقوم إما إلى ناحية المسجد ويصلي السنة وإما إلى بيته فيصلي فيها السنة. هذه هي صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كانش هو الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم وكما قال العلماء ليس هناك خير إلا دل الأمة عليه، وليس هناك شر إلا حذر الأمة منه. ما فيش خير إلا وبينونا، ما فيه شر إلا وحذرنا منه. لو كان خير ما كانش واحد يسبق الرسول منه، يقول يلا الفاتحة ويقول لهم يلا الدعاء ويدعي معها. فهمنا كيف؟ ولكن ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم ما دارهاش وما أمرناش بها والصحابة ما داروهاش والخلفاء الآخرين ما داروهاش وبعدين الأئمة الأربعة ما تشكوا اليوم إنها موجودة، إذن ما نديروهاش. فهمنا كيف؟ وبعدين الصلاة واش كنا نديرو؟ الصلاة احنا كنا ندعو لما تسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك سبحوا ربي ثم ادعوا لأنفسكم فإنه قمن أن يستجاب لكم. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، المكان اللي تكون قريب فيه الرب سبحانه هو السجود، يعني يدعي ربك. اجتهد في الدعاء. إذن الصلاة كلها يا إخواني الكرام كلها دعاء، لأنك أنت وصلت أعظم دعاء موجود في الصلاة في فاتحة الكتاب، اهدنا الصراط المستقيم. شوف كيف الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا. أعظم دعاء على وجه الأرض فالقرآن في السنة هو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، والذين أنعم الله عليهم هم راهم موجودين في سورة النساء على أنهم ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. هنا جاءت في سورة النساء مفصلة وهناك جاءت في سورة الفاتحة مجملة. فمن كيف جاءت مجملة باش حتى واحد ما يقول شكون هذو الذين أنعمت عليهم شكونهم يا رب، واحد يجيب لنا واحد الصفات من عنده نقولوا لا صفات ربينها ربي سبحانه، وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. هنا في كل دعاء يقول يا ربي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط هذه الناس الذين هم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. هذا أعظم دعاء، فإذا حققه الله تبارك وتعالى لنا هذه هي السعادة التامة. إذا الصلاة كل هي دعاء. لما ننتهي نحن ننشئ دعاء آخر مبتدع وهو الفاتحة وهو الدعاء. لذلك هذه يا إخواني الكرام
الكرام لم ينزل بها الشرع دليلا، لذلك فما وجب علينا إلا أن نبتعد عنها حتى نتصل بالسنة. ما هوش نبعدوا عليها بدين نقولوا ما ندعوش ربي، يعني باش نجول السنة ونجول فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقي والالتزام بالسنة، لأن احنا الآن يا إخواني الكرام كما قلت لكم نرجعوا للسنة حتى نولوا أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا خصنا نقولوا الله وما نروحوش لقدام. في ناحية الدنيا يلزم نروحوا للأمام باش نطوروا واحد، في ناحية الشرع خصنا نقولوا الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة خلينا نقدم ولا خلينا الله؟ وين راه؟ إذا في ناحية الدين نرجعوا الله باش نتصلوا بها، من ناحية الدنيا خصنا نزدموا قدام باش نصنعوا باش ننشئوا باش نخدموا باش نقبضوا. في الدنيا نزموا نروحوا قدام، من ناحية الدين نزموا الله. إذا ضع في ناحية الدين رحنا لقدام ضعنا، رحنا للبدع، رحنا لخالي وخالتي وجده وجدك وعمي وعمك هما اللي قالوا لنا ديروا. فمنها كيف هذو هما اللي رانا رايحين لعندهم، لان تقول له 20 سنه احنا نديروها 100 سنه وفلان وفلان جاب الخارج جاب من الداخل وسيدي فلان اللي كان البرنوس نتاعو كذا وكان يقول فيها وانت شكونك نتايا. احنا نقول له يا اخي احنا ما نقولكش فلان ولا فلان هذا تاع البارح ولا البارح، نقول لك تعال نروحوا للقرون الاولى، نروحوا للعين الجديده ونشربوا منها. من كيف تعال موضح. والعين الجديده في الشرع هي عين الرسول صلى الله عليه وسلم وعين الصحابه الكرام والتابعين. في امان الله في الحال. إذنك معك ولا بغيت تسأل؟ طيب. ما في شك صح، ولكن جيت أنا نكملها ولكن أنت يا تسرعت. شفت كيف؟ هي المواطن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام السيوطي عنده كتاب واسمه فضل وعاء فيما جاء في رفع اليدين في الدعاء. واسم الكتاب هذا فضل الوعاء فيما جاء في رفع اليدين في الدعاء. السيوطي دار فيها كتاب أورد المسألة أكثر من 100 مرة، يعني أحاديث رفع اليدين في الدعاء متواتر، يعني رواه جمع من الصحابة عن جمع من الصحابة عن جمع من الصحابة حتى وصل إلى عهد المحدثين فأثبتوه. ولكن بقات القضية باش ما يخلعوكمش ويكلخوكم. احنا من متفقين باللي الرسول صلى الله عليه وسلم قضية رفع اليدين في الدعاء مطلوبة، لأن عندنا حديث واحد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يده أن يردها إليه السفرى. ربي يستحي كي ترفع يديك يردهم السفاري. إذا ما عندناش غير الحديث هذا يكفينا. ولكن نحن نقول يا إخواني الكرام القضية لها مواطن. فما كيف؟ يعني عندها أوقات كي الرسول مرفع يديه وقت ارفع في الاستسقاء، ارفع أثناء الاستنصار عن الجيوش لما وقف في غزوة بدر وأصبح يناشد ربه ورفع يديه حتى ظهر بياض إبطيه وهو يناشد الله تبارك وتعالى ويقول له اللهم يا ربي وعدك الذي أنجزت لي وعدك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه الطائفة لا تعبد في الأرض، وهو يناشد ربه حتى سقط الرداء عن كتفه الشريف فأخذه أبو بكر وأرجعه على كتف الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له كفى يا رسول الله مناشدتك لربك فإن ربك قد ينجز لك ما وعدك. فمن كيف ارفد يديه الرسول صلى الله عليه وسلم اثناء الاستنصار على الجيوش الكافرة، ارفع يديه في الاستسقاء وواقف على المنبر ويقول رب الله تبارك يا ربي اسقنا اغثنا اللهم صيبا نافعا غير ضار، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الاطام والشجر وعلى رؤوس الجبال ومنابت الشجر، وهكذا وهو يدعو. فمن كيف اثبت الرسول صلى الله عليه وسلم دعا في مواطن كثيرة، ولكن لم يثبت على انه لما كان يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يتجه إلى الناس ويقول لهم الفاتحة. فهمنا؟ إذن القضية لها مواطن. نقول له يا أخي العزيز صحيح رفع الدعاء واجب علينا نتضرع ربي ونرفعه، إذا ما رفعنا سيدنا ربي لما نرفعهم للبشر لا كما احنا كما هما، بينما ربي سبحانه هذه فطرة تلجئنا إلى أن نرفع أكفنا إلى الله تبارك وتعالى بالضراعة إليه لأنه ربنا وهو غني عنا ونحن فقراء إليه. أما كيف؟ ولكن المواطن تختلف. نحن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يده هنا ولم يرفعها هنا. أما كيف؟ وإلا قضية رفع اليدين متواتر. أما كيف؟ الآن بغيت تصلي شفاعة وتر ترفع يديك الرب سعادي يقول لك حرام عليك ارفع يديك على روحك، لأنك راك تصلي وتضرعت الرب سبحانه، راك تصلي الضحى
في النهار راك تصلي ضحى ولا تصلي كذا وبغيت ترفع يديك لربي سبحانه وتعالى ارفع يديك. بينما في الفريضة صلوا كما رأيتموني أصلي. في الفريضة الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة نمشي عليها، صلوا كما نصلي من التكبير حتى التسليم، لا نزيد عليها ولا ننقص. من التكبير اللي هو تكبيرة الإحرام حتى للتسليم حتى الانصراف، فهمنا؟ أما قضية رفع الدعاء متواتر، ارفع يديك وين بغيت، راك تصلي وحدك شفع ولوتر، ولا راك تصلي ركعات، ولا راك تصلي في بيتك تهجد، ولا راك تصلي في الضحى في النار، ارفع يديك حتى واحد ما يعنف عليك، فهمنا كيف؟ بينما قضية الفريضة لأن عندنا حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، والرسول صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء وكما يعني روى أنس وأبو هريرة وجل من الصحابة صفة الصلاة نتاعو، قال كان يتجه إلى الناس ويسبح ويعقد ويذكر الله تبارك وتعالى، ثم يعقد أصابعه بالتسبيح، ثم ينصرف تارة إلى المسجد فيصلي النافلة وتارة إلى بيته. بينما أرفع يديه في عدة مواطن، منها الاستسقاء، منها الاستنصار على العدو، منها الدعاء على بعض القبائل انها اغارت على اصحابه وغدرتهم وقتلتهم، كذلك رفع يديه ودعا عليهم وهكذا. اذا واش نرجع على رفع اليدين بالدعاء متواتر ثابت على الرسول صلى الله عليه وسلم. الكيفيه هنا دعا وهنا ما دعاش، فهمنا؟ باش ما يكلخ لك حتى واحد يقول لك صحيح رفع اليدين متواتر والرسول ثم رفع يديه وامرنا باش نرفعوا يدينا، ولكن في حاجه رفعوا في حاجه ما رفعش. اذا احنا الحاجات اللي رفع فيها نرفعوا، الحاجات اللي ما رفعش فيها ما نرفعوش، باش نكونوا اقرب الى سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهمنا؟ ايوه بارك الله فيكم. نعم خطرة كاع يعاود خطرة ويدعو الخطرة كيف دير الوضوء كيف بدات ولا خطرة تقول خطرة ما يجيش ما خطرة ما يجيش خطرة يجي يعاود. لا هو ثبت على الإمام علي توضع خطرة واحدة، كيف خطرة واحدة، بالأخص إذا كان الماء قليل، يعني إنسان عنده ماء قليل هكذا ومسافر يعني يجوز له الشرع يتيمم ويجوز له الشرع يتوضا خطرة كيف يعني يده خطرة وجهه خطرة نيته خطرة وهكذا. بينما كما راه يدير هذا الأخ هذا لا لازم تنبهوه، لم يرد بها الشرع، يقول لك يعني كل الجسد بتاعه يمر عليه خطرة واحدة ويزيد يولي عليهم كلهم خطرة، ماشي كل عضو 3 خطرات، لا هذا لا، هذا قل له لا، هذا الصفة اللي جبتها أنت لم يرد بها دليل، لذلك فما عليه إلا أن يغسل كل عضو 3 مرات قبل أن ينتقل إلى غيره، فهمنا؟ أين هي الصلاة مهما كان ما دام الإنسان يعني لم يحدث فيها ولم يخل بركن من أركانها فلا يعيدها. إلى يعني الصلاة هذه إنسان ما حدثش فيها، ما خرجوا لا ريح ولا خرجوا حاجة الناس بول ولا طيار الماء ولا حس في حوايجه حاجة مسخة ولا راح ينحيم، أما حاجة الوساوس وحاجة كذا إنسان قبل أن يشرع في الصلاة فما عليه إلا أن يتذكر عظمة الله، ثم عليه أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم في قلبه، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يشرع في القراءة، لأن ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدير هكذا سرا هنا كيف، ثم يجهر بالصلاة بالفاتحة ويجهر بالقراءة هنا كيف. لذلك الشيطان نعله الله يعني يأتي إلى المسلم وهو يصلي فيقول له أذكر كذا وأذكر كذا وأذكر كذا للأشياء التي لم يكن يذكرها، فيجعلها له بين عينيه أثناء الصلاة حتى يضيع له صلاته ويعطيه أمر الدنيا، فهمنا كيف؟ كما هذاك اللي قالوا له مرة واحد ينكت هكذا يضحك عنده حانوت والدنيا مخلطة كل شيء والناس تقضيه ورايحة وجاية، قال له واحد يا ودي كيفاش انت عندك حانوت كيما وما دايش دفتر مثلا تسجل فلان شحال دا وفلان شحال دا وفلان شحال دا وراهي الدنيا مخلطة عندك كيفاش تثبتها؟ قال له ما يهمكش، قال له غير نوقف في الصلاة كامل يجوا قدام عينيا نعرف، هنا كيف الشيطان يجيبهم له نعلة الله عليه، يقول له فلان السالك فلان السالك فلان كذا، يجيبهم له كامل عليه يعطي له الدنيا باش يخرب له الآخرة، هنا كيف يعطي له الدنيا باش يضيع له الأجر نتاع الصلاة. قالوا لا يهمك أنا غير نوقف
في الركعة الأولى قال له كم يجوا مفطرين قدام عيني أنا أعرفهم حتى كل واحد شحال نساله. من كيف هذه والعياذ بالله من الشيطان لعنه الله، يعطي للإنسان الأشياء التي لم يكن يذكرها يذكر إياها حتى ينسي له صلاته، حتى يذهب عنه أجر الخشوع وأجر التقرب إلى الله، ويعطيه الدنيا الزائلة الفانية. من كيف لذلك المسلم لما يتوضأ وضوءا يسبغ الوضوء جيد ثم يأتي إلى الصلاة يستحضر لما يكبر تكبيرة الإحرام يستحضر عظمة الله تبارك وتعالى بين عينيه وبين يديه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصف المحسنون ووصف الإحسان فقال له الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا نحن نقف بين يدي الله تبارك وتعالى ونتضرع إليه ونعبده كأننا نراه بين أيدينا، ولكن إذا لم نكن نراه حقيقة فهو يرانا ومطلع علينا. وبعدين لما يقف الإنسان أمام هيئة الله تبارك وتعالى والعظمة نتاعو يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويبسمل كذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ويستحضر عظمة الله ويتوكل على الله في الشيطان، وأبعد يعني من ذكر الله وأبعد من الاستعاذة ومن البسملة يبتعد منها الشيطان. وإذا حضرت هناك وساوس يعني الله تبارك وتعالى إن شاء الله يتنازل عليها، ولكن الإنسان أولا يربط قلبه على الخشوع ويربط قلبه على ذكر الله تبارك وتعالى. فهمنا؟ لأن الشيطان لعنه الله يأتي بإنسان يوسوس له حتى يذهب عنه أجر الصلاة ويعطيه الدنيا اللي هي زائلة ويضيع له الصلاة اللي أجرها يعني دائم وأجرها باق إلى يوم القيامة. فهمنا؟ بارك الله. كيف قبل الوقت؟ كم ساعة يعني؟ كما احنا يوم الأربعاء نقول دعاء 4 بالعام نقول دعاء 4 ولا العصر يجي على 4 صح. احنا أذناه غير 5 أذناه وصليناه. هو بالنسبة ل5 دقائق هذه قد مثلا هذه الأشياء هذه يلزموا تتصلوا بالمسؤولين الذين يقررون مواقيت الشرعية للصلوات، لأن كاين مرات هم يزيدوا 5 دقائق يزيدوا 10 دقائق ينقصوا 10 دقائق كما قضية الصيام حتى الناس تحتاط. بالك الإنسان يأكل مع الأذان يعتبر صيام تاعه شرعي. فهمنا كيف؟ إذا أنتم الآن فما عليكم إلا أن تتصلوا بالوزارة المسؤولة على توقيت الصلوات، تقول له يعني هل الوقت هذا يعني راه بالدقة ولا راكم يعني متساهلين فيه 5 دقائق ولا 10 دقائق؟ إذا قال لك لا احنا رانا زايدين للناس احتياط، أما زايدين لهم الاحتياط 5 دقائق ولا 10 دقائق في هذه الناحية ما في هذا. وإلا قال لك لا هذاك اللي الحج اللي هي غير 5 هذاك أو 4 شواسوا هذاك هو الوقت الشرعي بالدقيقة، هنا فلا يجوز لك أن تتأخر عنه، بل أخص إذا كنت جالس وما سمعت حتى أذان إذا الوقت ما زال ما دخلش. كيف؟ فإذا سمعت أذانا واحدا أذن الوقت قد دخل خلاص. هذه الآن يعني صلاة يعني متأول إن شاء الله مرة ما تعودوهاش قد مضت. كيف؟ صلاة متأول قد مضت ولكن مرة أخرى ما تعودوهاش. كيف؟ حتى تسمعون الأذان. كيف؟ لأنكم الآن أنتم انفردتم بأذان غير شرعي لأنه في غير الوقت، بالأخص الإنسان لم يكن على سفر ولم يكن على أهبة السفر اللي يجوز له الشرع يصلي مثلا جمع تقديم وجمع تأخير. فهمنا؟ هنا هي يا إخواني الكرام الحديث الصحيح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الفجر بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى والفاتحة وقل هو الله أحد في الركعة الأخيرة. كيف؟ أما الذين قالوا أنا على مبلغ علمي لم يمر علي قول من أحد العلماء أنه قال بالفاتحة وحدها، على مبلغ علمي ما مرش علي حتى عالم قال بالفاتحة وحدها. فمن كيف؟ كلهم قالوا إما هذه فواتح أواخر سورة البقرة وأواخر سورة آل عمران، وإما قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله في الركعة الأخيرة. هذه هي التابع. أما الذين قالوا على أنها الفاتحة وحدها لم يبلغني عن أحد قال بهذا والعلم لله.
وإلى الثابت عن عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الصحيح أنه كان يصلي في الركعة الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد. الله أعلم. والله هي التشهد يا إخواني الكرام لعلمكم، لأن التشهد بعض الناس يفرطون فيه، وهو دنا وليدي خلي الناس باش تشوف. بعض الناس يفرطون في قضية التشهد كيفاش يحكم اصبعه هكا. شوفوا فهمتوا؟ يبقى التحية لله ويواسي فيه بالقوة، هذاك لا، وإنما إما هكذا وإما غير بشوي هكذا. أما ذوك اللي يبدا يجعل في اصبعه هكذاك لا، باش تكونوا على علم. شفت كيف؟ لأن هذا قد يدخل في العبث، وإنما ثبت على الإشارة وثبت التحريك. ثبت أنه كان السبابة يشير بها، وفي رواية للنسائي أنه كان يشير بها يحركها، يعني مرة يشير لما يلحق للتشهد يقول اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يشير بها. لما يكمل التشهد يحركها هكذا تحريكا بسيطا. أما هكذا يبدا يجعل بها كما بعض الناس يزيد يلوي إصبعه هكذا، وبعضهم كأنه راه محفوظ راه يدير، هذا لا. فهمنا كيف؟ فهمت كيف؟ لا هو فيه بعض الناس، باش ننبهكم يا إخواني الكرام، بعض الناس لما يكمل يوتي هكذا، اسمعوا مليح باش تنبهوا، باش الشباب يعلموا اخوانهم، ماشي ضحك، هذا تعليم. بعض الناس يديروا واحد القضيه باش تعلموهم وتفهموهم. بعض الناس راه يتحي لما يكمل يوتي هكذا. فهمنا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول كبار ايه لا ما ينبغيش هذه. إذا كانت جلسة الاستراحة، ما فيها بس. إذا كانت حاجة أخرى، هيئة واحدة أخرى لا، لأن هيئات الصلاة محفوظة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ينبغيش الإنسان يجيب من عنده. هكذلك شوف باش تنبهوا إخوانكم وتعلموا إخوانكم وبالتي هي أحسن. لبعض الناس كبار وشيوخة وتجي انت توري له كذا وبالك يعزم تعرف كيفاش توري له. تعلموا بالتي هي أحسن، تقول له يا بابا كذا. لماذا؟ فهمكم مليح، لأن المسألة فيها مسائل. يعني جانب على أنه كأنه سلم قبل الإيمان، اللي يوسي مثلا هك يضرب يديه ويوسي هك، كان اللي يضرب يديه. من كيف؟ أولا كأنه سلم قبل الإيمان، ثانيا دار إشارة غير شرعية في الصلاة، ثالثا أنه هذه بالك عمركم لا سمعتوها ونبهكم عليها، لأن أنتم ما عشتوش مع الطوائف غير السنية. أنا عشت مع طوائف غير سنية، وهم الشيعة والخوارج. والشيعة ما هم السنيين كما احنا، ما يسلموش كما احنا السلام عليكم السلام عليكم، كي يكمل يضرب خاتيه، هذا هو التسليم تاعه. الشيعة والخوارج شفناهم في الحج وشفناهم هنا، كانوا يصلوا معنا، بعضهم يصلوا وحدهم، لما يأذن كانوا يقرأوا معنا، يزربوا ويروحوا يصلوا ويروحوا بعد ما يصلوش جماعة معنا. لما يكملوا ما يقولوا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، يضربوا على فخاذين بلا سلام هكذا وخلاص. فهمنا كيف؟ إذا ما دام الإنسان راه سني ويروح يدير الخدمة دي، هو الآن اتصف بالصفة نتاع المبتدعة، نتاع ناس غير سنيين. لذلك الإنسان يحذر أولا، وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال ما بال أقوام يرفعون أيديهم في الصلاة كأنهم خيل شمس، بحال الخيل اللي هاجة. فمن كيف ما هيش ثابتة، من كيف؟ لذلك يعني فيها نهي. لذلك الإنسان راه يصلي مع الإمام راه يتحي، لما راه يصلي مع الإمام راه يتحي، يكمل التحية كيما راه يديه حابسين، يحبس الصباع برك، لأن يده أولا راهم ثلاثة معقودين، وصباع هذا معاهم هكذا راه يتحي. الإمام مازال ما سلمش، يحبس الصباع. لما يسلم الإمام يسلم هو، كان يصلي وحده، مجرد ما يكمل التحية يحبس صباعه ويسلم. أما يحل يديه ويواسي هكذا ولا يواسي هكذا، حتى واحد ما يعس فيك. فهمنا؟ كاش واحد راه يعس فيك يقولوا بني خلصنا، لا حتى واحد، راك بين يدي الله وصلاتك راهي محسوبة لما تعمل الأوامر الشرعية.
الله تبارك وتعالى لأنه يشير بهذه السبابة إلى التوحيد. قلنا كيف؟ لأنه يشير إلى التوحيد وهو لا إله إلا محمد رسول الله، والتوحيد مقره القلب، فإذا حرك أصبعه أو أشار بأصبعه فالأصبع يرتبط بأبهر هنا عرق معروف يسمونه العرق كي يدخل القلب يتسمى الأبهر، يدخل إلى القلب، هو العرق الرئيسي تاع القلب. يقول لك من هذا الباب هذا يكون الحرك يعني كوامن الإيمان وكوامن الإسلام في قلب المؤمن بهذه الإشارة اللينة، هذه الإشارة اللينة التي هي هكذا، مش هكذا ولا هكذا كما يديروا بعض الناس، لا، فمن كيف الإشارة الخفيفة الطفيفة هكذا، فمن كيف هكذا، والله تبارك خلاص. ايوه يعطيك الصحة. زاد جابنا الأخ وحاجة أنا نسيت باش ننبه عليها. بعض الناس لما يسلم على 3 مواضع، هو الشرع إما على موضع أو موضعين. عند مالك قال يعني تسليمة واحدة تكفي، السلام عليكم ورحمة الله. وانظروا كيف يا إخواني الكرام باش تأخذوها على السنة، باش تشوفوا يا إخوان يسرى يتحي هكذا، الوجه هذا الخد هو الذي يلفت به باب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدير خده إلى أصحابه. بعض الناس كيفاش يديروا؟ يقولوا السلام عليكم ورحمة، ويروح بجنبه يمين ويقول وعليكم السلام ويروح بجنبه هكذا، فهمت كيف؟ لا، وإنما هو الخد اللي يدور فقط، السلام عليكم السلام عليكم، فهمنا كيف؟ الإمام مالك قال تسليمة واحدة تكفي، يعني السلام عليكم خلاص تكفي. الأئمة الآخرين قالوا لا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وفيهم من زاد وبركاته، فهمنا كيف؟ هذه عند العلماء كلهم إما تسليمة واحدة أو تسليمتين. بعض الناس جابوا لنا الثالثة، والله ما عندنا علم منين جابوها، والله ما عندنا علم منين جابوها، ألا وهي يقول لك تسلم على القبلة هي الأولى هكذا، تنطح القبلة هكذا وتدور هكذا وتدور هكذا، ما قال هذا، وين قال هذا؟ فهمنا كيف؟ وكما قلت لكم بعض الناس يميل هكذا، السلام عليكم السلام، يروح بالجسد تاعو كله، لا، وانت جالس هكذا السلام عليكم، الخد هو اللي يدور فقط. الخد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدير خده لأصحابه حتى يروا بياض وجهه الشريف، كيف ما يشوفوش الذات تاعو كلها، يشوفوا البياض نتاع الوجه تاعو الشريف لما يحيط اليهم ويدور لهم بالتفاتة لينة هكذا، يقول السلام عليكم السلام عليكم. اما قضية السلام عليكم السلام عليكم هذه ما كاش منها، لان يقول لك نسلموا على القبلة هي الاولى، ونسلموا على الملائكة على اليمين، ونسلموا على الشمال، لا، ولو كانت القبلة يسلم على القبلة صح، احنا في ديننا قبلة مقدسة، ولكن لو كان التسليم لها واجب لكان الرسول صلى الله عليه وسلم سلم عليها. بالعكس احنا القبلة درنا لها حاجة اكبر من التسليم وهو اتجاه، درنا لها قيمة اكثر من التسليم، صح ولا ما هو صح؟ يعني في كل جهة يقدرنا نوجه روحنا للقبلة، يعني درنا لها تكريم وتعظيم اكبر من السلام، الا وهو الاتجاه، لان اينما نكون لابد ان نتحرى القبلة ونتوجه اليها، بذلك قد اعطيناها تكريما واعطينا لها تشريفا عظيما وهو الاتجاه. اما التسليم فلا نعطيه الا للملائكة الذين عن اليمين وعن الشمال، كما قال رب سبحانه في القرآن عن اليمين وعن الشمال قاعد. اذا هكذا يا اخواني الكرام للشباب هذو باش تعلموا اخوانكم وتعلموا الكبار والصغار وتنبهوهم على المسألة هذه وبالتي هي احسن. كل هذا حتى انت راك تصلي والانسان يتعب وقد يجي في صلاة الفجر والبرد وكل شيء ويرون الصلاة وتكون نص مقبولة ونص ماشي مقبول. لذلك الامر واعر، تشغل واحد يحفر ويتعب ويخدم ويجي مول الشيخ يقول له الشيخ كله ربي ما نحتاجوش ماشي ما قلتش نخدم هذا، ماشي واعرة ولا ماشي واعرة، خدمة. لك الانسان حفر وتعب ويجي المعلم يقول لك انا شكون قال لك خدم هذه، روح تلعب، انا ما قلت لك خدم ولا قلت لك واسمه، روح ريبها ولا دبر راسك، خدم كيما قلت لك ولا روح. وش يولي يبدا مسكين يندم علاش لو كان غير جاه مع الاول وعلمه. لذلك احنا نعلموهم مع الاول باش صلاتهم تكون تامه، باش تكون ان شاء الله مقبوله، باش تكون ان شاء الله ضمن صلوا كما رايتموني اصلي، ضمن الاطار الذي رسمه الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاه، وهو المنهاج الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وامر به، وهو صلوا كما رايتموني اصلي، صلوا كما صلي. ايوه
يصلي. هو مريض يعني معذور شرعا ما يجوش يتحرك. نرجع من ناحية الدم يجوز له أن يصلي به، والحديث حديث سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما جرح وأثخن بالجراح لما طعنه عدو الله أبو لؤلؤ المجوسي لما طعنه، فمن كيف وجلست الجراح يعني تسخن والجروح تمشي فصلى والدم يسيل، فمن كيف ما فيها بس يصلي. أما قضية هذا الإنسان المعطوب ولا مريض يعني مزمن وطايح في الفراش ولا أحد يعني ييممه من الرجال يعني وما لقيناش حتى مرأة محرم تدير له التيمم، فمن كيف يحط له التيمم أمامه ويتيمم هو، فهمت كيف؟ يحط يديه تقول له هذه هي التيمم، حط يديك، يحط يديه ويمسح هكذا ويمسح وجهه وهكذا، فمن كيف؟ وإذا ما كانش كامل يكونوا مثلا مؤمنين معاه يعني يغسلوا له يديه، يغسلوا له الأطراف اللي موجودة، راحوا رجليه راحوا يديه قالوا غير وجهه، فمن كيف يغسلوا له وجهه غير بالماء هكذا ويصلي، فمن كيف؟ هي وجهه مثلا مجروح ما يجموش يمسحوه له مثلا بعض الناس والعياذ بالله محروقين بالنطان ولا كيف ولا غير أعاذنا الله وإياكم منها، فمن كيف ييمموه، شفت كيف؟ ما كاش يصلي هكذا، إلا حتى بالتيمم يخافوا يمسوه ذلك يجرحوه لأن يقيسوه معمر بالشاش ومع كذا يفوق الشاش يجوزوا له، ما كاش كامل يقولوا صلي هكذا، من كيف يعني ييمموه ما أمكن، ولو كرع مقطوع هنا في الركبة هنا ييمموه في الركبة، فمن كيف وهكذا ييمموه ويصلي. أما باش تسقط عليه الصلاة لا تسقط عليه الصلاة بحال ما دام في إدراك، ما دام عقله فايق ويعرف ايش راه يدير لا تسقط عنه الصلاة بحال، فهمنا؟ أي نعم. أيوة هذه صيغة وردت صحيحة، والإمام البخاري اللي هو صاحب الصحيح اللي هو أصدق وأصح كتاب بعد القرآن الكريم، أنه ألف رسالة صغيرة وكتيبا صغيرا سماه قرة العينين في رفع اليدين، وسماه قرة العينين في رفع اليدين. جاب الأحاديث عن جلة من الصحابة يعني ما يزيد على حوالي 30 صحابيا أنهم كلهم أثبتوا على أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه من أثناء لما يريد أن يركع يرفع يديه، ولما يرفع من الركوع يرفع يديه، ولما كذلك يكون ساجدا ويريد أن يرفع من السجود إلى الركوع، ما هوش من السجود إلى السجود، لا من السجود هو راه ساجد وبغى ينوض ويرفع يديه. حتى قال أحد الصحابة كنت أرى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيديهم ترفع وتوضع كأنها مراوح. قال واحد الصحابي يمثل يقول شفت يدين أصحاب الرسول تطلع وتنزل بحال المراوح، فمن كيف يعني هاو طالع هاو هكذا هاو نازل وهكذا، حتى كما قلت لك القضية صحيحة وهذه هي السنة. من كيف الذي يقبض يديه هكذا لما يريد أن يرفع يديه هكذا، لما يريد أن يرفع من الركوع يرفع يديه هكذا، لما يريد أن يسجد هكذا يسجد، لما يريد من السجود إلى الركوع يرفع كذلك يديه. فمنا هذا هي. والإمام البخاري كما قلت لكم جعل فيها كتابا صغيرا سماه قرة العينين في رفع اليدين. والله أعلم. ليش هو كي يرفع يديه معلومة قلنا بالله أكبر، لأنك أنت لما تكون ساجد وتجي رافع وتجي نايض للركوع تنوض للركوع تقول الله أكبر، من كيف وترجع يديك. أما لما تكون مثلا راكع ونايض للركوع تقول هكذا الله أكبر سمع الله لمن حمده وترفع يديك. كذلك لما تكون تكبير تقول الله أكبر، لما تكون سمع الله لمن حمده ترفع يديك وتقول سمع الله لمن حمده. فهمنا؟ إذا فهمنا باللي هذه المسألة سنة يا سيد الحاج، فهمنا باللي سنة. أي نعم، ما هيش يعني حاجة جديدة. أي نعم. أنا لاحظت في بعض الشباب أنا كنت في التشهد قبل أن يوقف من التشهد يكبره وهو جاهز، يقول التشهد
فإن يتم الله أعلم. لا، هو شوف، التكبير لا يكون إلا أثناء القيام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فكان لا يكبر إلا بعد أن يقوم، وكذلك السجود لا يكبر إلا بعد ما ينزل وأصحابه واقفين، ما يطيحوش حتى يكبر، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد ويكبر ويسجد باش يصحابه ينزلوا، لأن هذه تسمى الموافقة والمخالفة من ناحية الإيمان. أنا من الناس اللي يستعملوا الاستراحة. قريب كان يستعملوا. تسجيلات التقوى الإسلامية. يقوم يقول الله أكبر. ما عندي علم عليها، هذه ما عنديش عليها علم، نكذب عليكم ونقول لكم عندي علم عليها، ما عنديش علم عليها. وإلا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يكبر إلا بعد أن يقوم، وكذلك لا يكبر إلا بعد أن يسجد. نعم. لا، خضراء برك، خضراء عن اليمين. هذه زوج خضرات أنا يا ثاني ما عنديش عليها علم، ما نشوفش نكذب عليكم، حاجات اللي لم يبلغني فيها علم. الإنسان يوقف عند الأشياء التي يعلمها، والتي لا يعلمها يقول علمها عند الله. باش نقول لكم أنا عندي علم في المسائل هذه، هل يجوز كذا؟ الثابت اللي نعرفه على أن رأي الجمهور أنه تسليمة واحدة عن اليمين فقط، أما تسليمتين فلا علم لي بها. شيخ، قضية القبض لازم يكون القبض عند النحر هكذا، النحر اللي هو الصدر فوق السرة هكذا، هذا هو. لا هذاك مغلول والعياذ بالله، هذا كأنه وراه مكتوب كتب نكيه، وبعدين يؤذي الناس كي يوديها الضرر، يؤذي الناس منا ومنا. لا هكذا القبض فوق النحر. لا هذا كأنه مغلول بحال مكتف والعياذ بالله، لا ما ينبغي. وبعدين صيغة ما حتى الإنسان ما يستنزهاش، كي يشوف الإنسان يصلي بالطريقة هذه القلب نتاعو ما يريحوش بها. يعني هل الإسلام يأمرك بدير هذا أنت تقام مكتف؟ لا تحت السرة هذا قول الأحناف ومروي عن الإمام علي، والحديث ضعيف. وإنما الحديث الصحيح فوق السرة عند النحر، إما الوضع وإما القبض، إما الدير هكذا وإما هكذا، كلاهما جائز. شيخ كان يكون يصلي أو مصلته من فاعل نفسه. لا النظر كذلك والالتفات، هذا كما قالت أمنا عائشة في الحديث الصحيح، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال تلك خلسة يختلسها الشيطان من صلاة أحدكم. هذيك الشيء الواحد يرفع عينيه منا ويرفع عينيه منا، قال هذاك الشيطان راه يلعب له بصلاته. وإنما فما عليك إلا أن تضع أعينك موضع سجودك. الإنسان كيعود يصلي يخزر وين يسجد باش يكون أقرب إلى الخشوع، وأقرب إلى التمسك، وأقرب إلى ذكر الله تبارك وتعالى ومراقبته. والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا جميعا وأن يهدينا جميعا، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والله أعلم في كل ما سبق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.